السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أحكي لكم قصة الإمام ابن سيرين ومع غلام اليتيم. والله ما نحن إلا خلق من خلق الله ضعفاء. دخل الإمام ابن سيرين إلى أحد المساجد يقول: فوجدت شابا عمره لا يتجاوز 10 سنوات. والله لو تأملنا في حال شبابنا اليوم إلا من رحم الله. يقول عمره لا يتجاوز 10 سنوات، واقفا يصلي وكأنه جذع نخلة من شدة خشوعه. يقول: لما انتهى من الصلاة ناديت: يا غلام يا غلام أقبل، ابن من أنت؟ قال: أنا ولد يتيم ليس لي أب ولا أم. قال: أترضى أن أكون لك أب وأنا أقوم بشؤونك؟ قال: أوافق. تأملوا 10 سنوات ويتيم ويجيب. قال: أوافق ولكن ب5 شهور. فتعجب الإمام، قال: ما هي الشروط؟ قال: الشرط الأول: هل ستطعمني إذا جعت؟ قال: أطعمك حتى تشبع. قال: الشرط الثاني: هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال: اسقيك حتى ترتوي. قال: الشرط الثالث: هل ستكسيني إذا عرضت؟ قال: أكسيك بأجمل الثياب. قال: الشرط الرابع: هل ستشفيني إذا مرضت؟ قال: أما المرض أقدم لك الدواء والعلاج والله يتولى شفاءك. قال: الشرط الخامس: هل ستحييني إذا مت؟ قال: أما هذه فلا، لأن الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى. فتأملوا ماذا قال هذا الصديق. قال: يا رجل يا هذا، ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرضت وأن تحييني إذا مت، إذا اتركني. قال: ولمن أتركك؟ قال: اتركني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قال الإمام: لا إله إلا الله. فتوكل على الله هذا الصبي فكفاه الله سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.